بصوا بقى وعلى الرايق كده تعالى اقول لكم ازاي نقضي على الكسل نهائي. اول حاجه وانت بتحط اهدافك او انت بتحط اولوياتك، حاول في الفتره الاولى لو انت حاسس ان انت شخص بتكسل او شخص يعني متردد شويه، حاول ان انت تبدا ان انت في الاول تركز على هدف واحد. يعني ايه؟ انت مثلا حطيت 4 اهداف ورتبتهم على حسب اولوياتك زي ما اتكلمنا قبل كده. هتعمل ايه بقى بعد كده؟ هقولك ان انت تبدا بهدف واحد الاول وتركز عليه، بعد ما تحققه تبقى تشوف حاجه تانية. فانت لما تركز على هدف واحد كل طاقتك وكل حملك هتتحط في الهدف ده، فبالتالي انت مش هتحس انك كسلان او مش هتحس ان المهام عليك كتير وان انت وراك هم ما يتلم زي ما بيقولوا. لا، انت هتركز ساعتها على هدف واحد بس. تاني حاجة بقى من الحاجات المهمة جدا اللي بتساعد على القضاء على الكسل، الرياضة. لما تلعب رياضة وتنزل تجري مثلا او تروح الجيم او تشيل احمال او تعمل اي رياضة حتى لو في البيت، الحاجات دي بتساعد جدا ان انت انت عندك طاقة، انت حاسس ان انت قادر تكمل، انت حاسس ان انت قادر تعمل. فيعني الرياضة دي مهمة جدا 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 عشان تقضي على الكسل اللي عندك. كمان عشان تتغلب على الكسل تعاقب وتكافئ نفسك. طب لو انت مش هتعرف تعمل حاجه زي دي، تروح لمامتك تروح لباباك تقول لهم يا بصي يا ماما انا دلوقتي عايزه هعمل كذا وكذا وكذا، وانا لو ما عملتش الحاجه دي النهارده وكسلت ان انا اعملها فانت هتعاقبيني بكذا، هتاخدي مثلا مني التليفون، ولو انا عملت الحاجه دي هتكافئيني مثلا وهتخليني انزل اخرج مع صحابي بكره مثلا. فدايما لازم تتعود ان انت تكافئ وتعاقب نفسك علشان تبطل كسل وتحس ان انت انت عملت فعلا انجاز. طيب انا بقى مش عايزه احس ان انا كسلانه وان انا واحده مش قادره تعمل اي حاجه، اعمل ايه؟ قاعده افكر في دماغي كده هي ايه الحاجات اللي هي هتحسسني ان انا كسوله، هي ايه الحاجات اللي بتخلي الواحد اصلا كسلان. تعالوا بقى وانا هقول لكم. اول حاجه التأجيل، ان انت تقعد كده تقول انا المفروض هعمل النهارده عندي مشوار مهم جدا وورق مهم لازم اخلصه، فتقول لا انا مش قادر انا نازل بكره. فان انت قاعد كده انا ما نزلتش النهارده واجلت، فالتأجيل ده ده جزء كبير من الكسل. فلا انا مش عايزه ابقى كسول، انا هنزل اخلص الورق. غير التأجيل التليفون ده عامل كبير جدا جدا اللي هو يخليك كسلان ومش قادر تعمل اي حاجه. اللي هو انا هقلب على الفيسبوك شويه، هدخل على التيك توك هقلب على التيك توك شويه، هدخل على مش عارفه ايه هقلب في مش عارفه ايه. فهتحس ان انت من ابلكيشن لابلكيشن لمنصه لمنصه لو انت كسلان حتى تقوم تتغدى. التليفون ده لو انت فعلا ما استخدمتهوش صح هيبقى ليه عامل كبير جدا في كسلك. كمان بقى علشان تعرف تتغلب على الكسل بتاعك لازم تحط حد للتردد اللي عندك، اللي هو انا اعمل ما اعملش، اروح ما اروحش، اقوم ما اقومش. لازم تحط حد للتردد بتاعك، اللي هو انا عندي حاجه النهارده هقوم يعني هقوم، هقعد يعني هقعد، هروح يعني هروح. فلازم تحط حد للتردد بتاعك. بس طبعا مش معنى كده ان انا بقى كله شغل 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 وان انا ابطل كسل وان انا اقوم واعمل 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 واقضي يومي كله يعني متمحور حوالين الشغل وحوالين المهام اللي عندي. مش هقول لكم كده. ان انتوا لازم تاخدوا وقت للراحه بتاعكم. احنا مش هنقضي اليوم كله شغل، احنا مش هنقضي اليوم كله مشاوير، احنا عايزين نقضي على الكسل، بس مش معنى كده ان احنا نيجي على نفسنا ونضغط على نفسنا وننسى نفسنا. لا، احنا هناخد وقت للراحه بتاعتنا. الوقت ده هننزل نقابل صحابنا، هنقعد نمسك الفون بتاعنا، هنقعد نعمل اي حاجه احنا بنحبها. فان انت تخلص مهامك وتقضي على الكسل ملهاش علاقه خالص بالجو الترفيهي اللي انت هتخصصه لنفسك. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.